بعد ذلك صحب فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد أخاه خادم الحرمين الشريفين إلى قصر الضيافة مقر إقامة الملك المفدى، حيث عقد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وأخوه فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد اجتماعا استكمل خلاله الموضوعات التي تم بحثها في الاجتماع الموسع. حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين. تحية لكم من دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية، من الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في زيارته الرسمية للجمهورية العربية السورية الشقيقة، وإلى اللقاء مع رسائل قادمة.